على موجات كنوز اف ام. مرحبا بكم الناس الكل، تحقتوا بينا في الاستماع 35 دقيقة متواصلين معكم ان شاء الله حتى للعشرة. بعد شوية نهزوكم للمنستير نحكيوا على الاشكال اللي صار بسبب الانتصاب الفوضوي. بياعين السمك في المنستير يحتاجوا يطالبوا بدورية امنية ولا بزوز اعوان من الامن يكونوا قارين قدام المرشي للتصدي للظاهرة هذه. رئيس الغرفة الجهوية لبائعي السمك بعد شوية يكون معنا، واكيد ظاهرة الانتصاب الفوضوي مش كان في المنستير في برشا بقايا سوسة تحديدا. نرجعوا له موضوع الانتصاب الفوضوي اللي كنا حكينا فيه برشا مرات مع المكلف بتسيير شؤون بلدية سوسة. ما قبل هذايا كنا نحكيوا على جربة، باش نواصلوا نحكيوا على جربة، ولكن المرة هذايا باش نسمعوا تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال اجتماعه البارح في مجلس الأمن القومي. تدسويت في اسمع منه. اسمع منه، اسمع منه، اسمع منه. ديما ظهور رئيس الجمهورية يحمل العديد من التصريحات اللي فيها رسائل مباشرة ورسائل مشفرة، واحنا علينا نفكوا الشفرة حسب مخاخنا بيان سوق، حسب توجهاتنا. انتم زادا نعطيكم التصريحات واحرار في انكم تفهموا هالتصريحات هذيا وتفكوا الشفرات هذيا بالخلفيات اللي عندكم. رئيس الجمهورية كان تحدث البارح على تونس، وتحديدا علق على العملية اللي صارت، ما وصفهاش بالإرهابية، وصفها بالعملية الإجرامية. خلينا نسمع تصريح لولاني اللي يقول فيه رئيس الجمهورية قيس سعيد أن تونس ستبقى آمنة. أود أيضا بهذه المناسبة أن أطمئن الشعب التونسي بل العالم كله بأن تونس ستبقى آمنة مع حاول هؤلاء المجرمون زعزعة الاستقرار فيها. ستبقى آمنة، وسنعمل على حفظ الأمن والاستقرار داخل المجتمع. ومثل هذه العمليات الإجرامية عرفتها الكثير من الدول ولا تزال تعاني منها. عديدة هي الدول والمجتمعات التي سقط فيها ضحايا، حتى في الدول الكبرى، وليس هناك مجال لذكر هذه العمليات. الكل يتذكر عدد من العمليات في عدد من المدن في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية وفي كل القارات تقريبا. اللي قلنا احنا الصباح مكرم انت في المباشر، ورئيس الجمهورية يقول الغاية هي زرع بذور الفتنة وضرب الموسم السياحي. هذا التصريح الثاني لرئيس الدولة قيس سعيد. صار هؤلاء المجرمون معبد الغريبة، وليست هذه المرة الأولى في الواقع. 2002 والمحاولات دائما لاستهداف معبد الغريبة، ولكن بفضل يقظة قواتنا المسلحة الأمنية والعسكرية لم يتمكنوا حتى من الوصول إلى هذا المعبد. تمت القضاء على هذا المجرم الذي حاول أن يدخل إلى المعبد. غاية واضحة، وهي زرع بذور الفتنة ولضرب الموسم السياحي ولضرب الدولة. هذا دأبهم وهذا ديدنهم، وهم معروفون. الهدف من هذه العملية هو زعزعة الاستقرار، ولكن لن يقدروا على ذلك. هناك دولة وهناك مؤسسات، والشعب التونسي يعلم جيدا مخططات هؤلاء المجرمين. هم يفضحون أنفسهم بأنفسهم كل يوم. إن دولتنا قوية بمؤسساتها وبقواتها المسلحة العسكرية والأمنية، قوية أيضا بشعبها الواعي المتيقظ. آخر تصريح لرئيس الجمهورية يتحدث فيه على من يعمل على تشكيك في قدرات الدولة التونسية فهو واهم.
ومن يعمل على التشكيك في قدرات الدولة فهو واهم. لن يتسلل شك إلى أحد لا في الداخل ولا في الخارج، ونحن ماضون في الاستجابة لمطالب شعبنا، ماضون معا لنصنع تاريخا جديدا لتونس، تاريخا مشرقا يقوم على العدل وعلى الحرية وعلى السيادة الوطنية، ليطمئن الجميع مرة أخرى، ليطمئن الشعب التونسي ولتطمئن كل الدول الأخرى أن تونس أرض التسامح، أرض التعايش السلمي، أن تونس ستبقى دائما تونس الخضراء، تونس العزيزة التي لن يقدر عليها أي مجرم يريد أن يتطاول عليها أو أن يمس بأمنها. ليطمئن الجميع، هناك دولة وهناك شعب وهناك مؤسسات تعمل وستعمل بالرغم من هذه المحاولات الإجرامية اليائسة البائسة التي يحاول من قام بها أو من يقف وراءها أن يزرع بذور الفتنة أو الشك. هذم تصريحات رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الأمن القومي، يقول يلي يطمئن الشعب التونسي ولتطمئن الدول الأخرى. رسائل رئيس الجمهورية وخطاب رئيس الجمهورية البارح مدام بسمة كان خطاب عقلاني، كان فيه رسائل إيجابية حتى للتوانسة، كان خطاب الحقيقة ما نعرفش تقدير بعض الناس اللي سمعت الخطاب يقولوا انه خطاب ربما كان في مستوى هالعملية هذه. الحقيقة ما نكذبش عليك ريم ومكرم، اللي أنا فوجئت معناها طريقة رئيس الجمهورية في تقديم هذا معناها اللي خرج البارح والكلمة اللي أعطاها. الحقيقة لأول مرة أرى رئيس الجمهورية بكل رصانة بكل مسؤولية يقدم معناها رسالة طمأنة للتونسيين في الداخل وللأجانب معناها في الخارج، ولقد نجح حسب وجهة نظر متاعي نجح في تقديم هذه الرسالة لكل التونسيين ورسالة للدول الأجنبية. ونلاحظوا اللي هو معناها حتى في اختيار العبارات كانت العبارات معناها مسؤولة و معناها بعقلانية اختارها، وهذا اللي حبذناه معناها من قبل كونه رئيس الجمهورية البارح كقدم الكلمة ما قدمهاش معناها ارتجاليا وإنما كانت كلمة مكتوبة. ونحن نحبذوا الطريقة هذه في الاتصال علاش تكون أكثر رصانة وأكثر عقلانية وباش يقدم شنو يحب عليه معناها في بلغة معناها بطريقة وجيزة وباختيار الكلمات اللي تكون مسؤولة. رغم أنه رئيس الجمهورية فما في خطابه البارح فما التكرار، وأظن أن التكرار متعمد في اختيار الكلمات للتأكيد. قال لا للفتنة، الدولة موجودة بمؤسساتها وشعبها. المؤسسات ولا مجال التشكيك في قدرة الدولة. نعم، المؤسسات هي المؤسسة الأمنية اللي نلاحظوا كونه رئيس الجمهورية معناها أثنى على بكل فخر معناها على المؤسسة، يحكي عن المؤسسة الأمنية هذه. والحاجة الثانية بالشعب، الشعب التونسي الواعي اللي هو عصي. هذه ذكرنا حتى بالشعب وقت اللي صارت الحادثة متاع بن قردين وكيفاش تصدى الشعب التونسي لكل حركة تحاول باش تحول وجهة تونس ولا شكل تونس. يعني في الآخر راهي تونس عصية عليكم، راهي تونس تقعد أرض التسامح. وقد نجح رئيس الجمهورية في تقديم هذه الصورة وتسويقها للعالم، وفهم للمغزى راهو السياحة هي المقصودة وراهي السياحة ما ضربتش. أكبر دليل على ذلك حتى لليوم ما فماش أنيولاسيون تاع حجوزات، وإن شاء الله ربي ينجحنا ويوفقنا ونحن نعتمدوا على السياحة باش نوقفوا اقتصادنا، وإن شاء الله إلى الأمام باش نقدموا صورة جميلة هذه.
مكرم تونس ستبقى آمنة. من يعمل على التشكيك في قدرات الدولة واهم، ليطمئن الشعب التونسي ولتطمئن الدول الأخرى. رسائل رئيس الجمهورية هذه البارح في الكلمة متاعو شنو فهمت منها؟ هو خطاب شامل كامل، مسؤول من رئيس الدولة، يعرف شو يقول، يعرف يختار عباراته. برطان كي يقول مجرمون، لكن بالتالي في سياق الحديث يقول شكون بعضهم وشنو الغاية منهم. ما قالش، اما ما يقولش ارهابي. علاش ما يقولش ارهابي؟ هو اختار الكلمة والتوصيف رئيس الجمهورية، عملية إجرامية أقل وطن على الشعب وعلى العالم، حتى يأتي ما يخالف ذلك. حتى ما كلمة إرهابي معناها تولي حتى في البرة ثقيلة الكلمة، نقولوا مجرم، لكن في سياق الحديث أنا نظرف لك معناها الناس متآمرة على البلاد ويحبوا السياحة. ما تنجمش واحد تعرف هو مرته باش يضرب السياحة يضرب الغريبة. معناها ثم خدمة خادمينها وخاطرين التايمينج واخذين الوقت بتاعهم ووقتاش وكيفاش وشنو يحبوا يعملوا. لكن ربي معنا وربي مع التوانسه. كلمه مسؤوله من رئيس دوله اللي نحن متوسمين فيه الخير، عطى طمأنة للعالم، طمأنة للشعب التونسي، بين شنو هو خصال الشعب التونسي. الشعب التونسي راهو متسامح، الشعب التونسي راهو ما يحبش المجرمين هذوما، الشعب التونسي راهو مهما تكون عندنا خلافات رانا نحلوا خلافاتنا الداخليه بالنقاش بالواحد ونتكربسوا، لكن ما نلوحوش بعضنا، ما نوصلوش للعنف وما نوصلوش للاجرام وما نوصلوش للقتل. ثم فئه معينه مختصه بالشيء هذايا تتحمل مسؤوليتها، ان شاء الله التحقيق يبين ومحاسبه كل من كان وراء هذا المجرم اللي حب يمس قوت التوانسه، خاطر يحب يضرب السياحه، راه يحب يضرب التوانسه عائلات، راه يحب يضرب عائلات، راه يحب يضرب ناس اقتصاد، يحب يضرب الاقتصاد، يحب يضرب تونس ويحب يشوه صورتها البر. لكن نقول له يبقى شويه، توانسه رانا خذينا الخبره منكم من تصرفاتكم هذه واجرامكم، واليوم نحن واقفين على رجلينا وباش نبقاو واقفين على رجلينا. برافو سيد الرئيس، الكلمه وزير وصلت، الكلمه بتاعك وصلت مفهومه البر والداخل، ونحن نحن مع تونس ومع الامن ومع امن البلاد. وزير الشؤون الخارجيه البرتغالي ووزير الخارجيه والشؤون الاوروبيه والتجاره الخارجيه والمؤسسات الثقافيه الفيدراليه البلجيكيه يعبروا عن تضامن الاتحاد الاوروبي ودوله الاعضاء مع تونس بعد عمليه جربه، ويدعم مسار الاصلاحات في تونس لتعافي الاقتصاد. وزير الخارجيه التونسي قال ان تونس مستعده لاستقبال زوارها، دعا الشريك الاوروبي لضروره تفهم دقه وخصوصيه المرحله والدوافع الموضوعيه اللي مهدت المسار 25 جويليا، وذكر بخيار تونس حماية الحقوق والحريات. حكى زاد على سياحة تنجم تكون في ذروتها في الصيف هذايا، و أكد وأثنى على نجاعة الوحدات التونسية في سرعة التصدي للحادث هذا اللي يعتبره معزول. وقال زاد أنه الوحدات الأمنية على أتم الجاهزية للموسم السياحي القادم. قال زاد أنه لابد لدعم تونس في منوالها الاقتصادي، وقال يلزم تتكثف الاستثمارات الأوروبية منها خاصة النوعية وذات القيمة المضافة لتوانسة، ودعا لتخفيض الحواجز الجمركية وتعزيز تنقل الأفراد بين تونس والفضاء الأوروبي. هذا خلال الاجتماع مع الوزراء الخارجية. وزارة الصحة تعلن عن تفعيل خالية الإحاطة النفسية للسياح ولعائلات المصابين في الحادثة، وهذا يتدخل اللي صار على مستوى الوزارة. برشا منظمات وطنية وجامعات تحدثت ودعات إلى التضامن ما بين توانسة الكل وتكثيف القوى الحية بالبلاد وخارجها للتضامن مع جزيرة جربة، منها الجامعة التونسية للنزل، والكلهم يأكدوا على استبسال قوة الأمن في السيطرة السريعة على الحادثة. الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية زاد في بيان أدان الهجوم هذايا، وكيف شدد على أنه ندعم الوحدات الأمنية خاصة بعد تدخل الأمن الناجع. والاتحاد العام التونسي للشغل زاد كيف
في بيان اعتبر انه الهجوم سماه الهجوم الخسيس الاتحاد العام التونسي للشغل، ودعا لوضع استراتيجية واضحة لمعالجة آثار العملية هذه والحد من تداعياتها الاقتصادية حسب نص البيان. وبرشا منظمات أخرى ودول ضامنت مع تونس في الإطار هذا. نحب نزيد ويلزمهم والناس عرفتها ويلزم تتسوق الحكاية هذه. راهو الشهداء اللي ماتوا فداء معناها لك السواح، راهو معناها هما ضحى بروحه. اي نعم باش ما يدخلوش للمعبد وجنبه سلام الامان. معناها تحيه لرجال الامن. اي نعم. تحيه للشهداء، قلت تحيه ربي يرحمهم الشهداء. تحيه ان شاء الله ربي يشفي المصابين زاد دار الشهداء. لا جفت في حالة تحيه لرجال الامن وربي يرحم الشهداء. خاطر صحيح مكرم نفهم الصوره اللي حبيت انت تقولها كيفاش معناها المجرم شادد الشطاير اللي فيها هو عنده زوز شطاير وكل شطاير فيها 42 معناها فوق ال 80 طلقه وهو قاعد يضرب والبوليسيه كيفاش لقات صدورها باش ما ينجمش يدخل المجرم هذايا ومعناها ويعمل مجزره الداخل. هذاك علاش يا مكرم ربي يرحمهم هما راهم شهداء عند الله، راهم الجنة هذاك باش يفوزوا بالجنة. وهو اللي مزبلة التاريخ هو من خفافيش الظلام هذايا، هو يرحل غير مأسوف عليه ورحل غير مأسوف عليه. زيد نقولوا حاجة أخرى، تحية للثكالة امهاتهم اللي يجيهم الخبر، تحيه للارامل زوجاتهم اللي يجيهم الخبر، تحيه للايتام ابنائهم اللي وصلهم الخبر. رانا متضامنين معاكم ورانا فوق ريوسنا من فوق، وان شاء الله الدوله تقف وتعطيكم حقكم، وان شاء الله ربي يرحمهم. اما مزبله التاريخ للمجرم هذايا والكل من بعثه. اما ما تصرفتيش جثة في حالة وفاته ودار الشهداء ما كملتيش. الناس اللي تسمع اكيد صنفتك ديجا. احنا راجعين من بعد شويه باش نحكيو على اصل الحكايه. مدام بسمه اليوم تقرر انها تحكي لنا على القرض الرقاعي. شنو هو القرض الرقاعي؟ احنا كمواطنين طلب المستمعه مدام نادره طلبت تفاصيل عن القرض الرقاعي. احنا كمواطنين مدام بسمه نجموا نشاركوا فيها القرض الرقاعي هذايا والا لا ونكسبوا شويه فلوس ولا زاده؟ اي نسمع المنفعه تعم للناس الكل، نحن نستنفعوا والدوله زاده تستنفع. الناس اللي تسمع فينا خليكم منتبهين باش نعرفوا كيفاش نجموا ندخلوا شويه فليسات بها القرض الرقاعي هذايا. ماكرم نشاركوا مع مدام بسمه كي نفهم. اي نسمعوا وشوفوا انا فديت من قرضات ما عادش حاب ناخذ القرض الرقاعي سبيسيال هذايا. باهي خلينا نشوفوا هالقرض الرقاعي سبيسيال. موسيقى وراجعين.